ازيكم؟ انا رجعت تاني اليوتيوب بعد غيبه كبيره جدا، فلو انت فاكرني او استفدت مني باي معلومه في الدايت يا ريت تعمل لايك للفيديو ده عشان اليوتيوب بيرجع تاني يتعرف على المحتوى بتاعنا ويبدا ينشره لكل الناس المهتمه بالدايت او بالحياه الصحيه. انا محمد عصام، مش بس دكتور دايت، انا صاحبك في الرحله. عمرك فكرت يا صديقي بعد ما كسبت معركه كبيره جدا ان انت خايف قوي من انك تقع تاني، انك تفشل تاني؟ ده اللي بيحصل بالظبط جوه الدايت، ان معظم الناس اللي بتعمل دايت بترجع تاني في الوزن. معظم هنا بنتكلم على نسبة هيوج جدا، اكتر من 50%. فمبدئيا وقف الفيديو واكتب لي في الكومنتات لو انت بعد ما خلصت الدايت بتاعك زدت تاني، زدت كام كيلو بالظبط، لان الحقيقة ان انا هساعدك. ايه اللي بيحصل وازاي نتجاوزها ونشتغل ازاي؟ ركز معايا. هنبدأ بكذا نقطة، هنتكلم على 7 نقط تقريبا. ال7 نقط دول لو عملتهم كلهم عمرك ما هتزيد تاني في الوزن، وهتبقى دي آخر مرة تزيد فيها. النقطة الأولى إن كل الأفكار اللي أنت طلعت بيها من الدايت تحافظ عليها. يعني إيه؟ يعني الدايت بتاعي، لو أنت متابع معايا، الدايت بتاعنا هاي بروتين دايت. يعني إحنا لازم ناكل بروتين بكمية عالية قوي. فبعد ما تسيب الدايت ما ينفعش ترجع تاكل حتى لو بطريقة صحية بروتين قليل. يعني إيه؟ يعني بعد الدايت اوعى ترجع تاكل مثلا في يوم بطاطاية الصبح، وبعد كده تاخد لي شوية فاكهة، وتنهي اليوم مثلا بقسماط، وتبقى مفكر ان انت ده يوم خفيف. يوم خفيف بالنسبة لعينك، بس لجسمك من جوه ده يوم سيء جدا وهيقلل منظومة الحرق. فرقم واحد ان احنا نحافظ على الافكار اللي انت طلعت بيها من الدايت، من ان البروتين لازم يزيد جدا، ان الخضار والفايبرز دايما موجودة حتى لو بتاكل جنبها اكلة غلط لازم تفضل موجودة، ان الدهون الصحيه دايما بناخدها، يعني بناخد مكسرات، يعني بناخد زبده، يعني بناخد زيت زيتون. دي النقطه الاولى للحفاظ على ان الافكار اللي انت اكتسبتها من الدايت اوعى تسيبها. تاني نقطة في برضه نفس الحتة دي، ان الافكار اللي طلعت بيها من الدايت، انت اتعلمت في اوقات ان ينفع تاكل البروتين بتاع الوجبة من غير ما يبقى لازق جنبه نشويات. اعملها يا عم في يومين ثلاثة، ما تفضلش بقى خلاص ترجع تقول ايه خلاص بقى رجعت الوزن، رجعت بقيت 60 كيلو وبتاع، فخلاص بقى هرجع اخد تاني عيش وهرجع اخد تاني مش عارفه ايه. انا ما بقولكش ما تاخدش عيش، بس بقولك انك عرفت ديب داون ان انت ينفع تاكل الوجبه دي من غير نشويات. في التثبيت جربها في ايام، حطها في ايام، اصحى الصبح وقول لا انا هاكل، ايوه هاكل بيضتين ثلاثه وزبده معاها. دي نقطه. النقطه اللي بعدها ودي مهمه وخطر بالمناسبه، اوعى تبدل النشويات بتاعتك اللي هي نشويات صحيه بالنشويات الغير صحيه زي الدقيق الابيض وتقول لي ما انا خدت كميه اقل. وقول لي في الكومنتات لو انت ما بتعملش دي. يعني ايه؟ يعني ما تقوليش انا فطرت اهو من غير نشويات، جبنه قريش وبيض، بس هاخد حته مولتو في اخر اليوم، هاخد حته باتيما انا ما خدتش النشويات بتاعتي. لا يا معلم. فاكرين لما ناقشنا كتاب ثوره الجلوكوز وقلنا ان في حاجه بتحصل سيئه جدا، انك لو خدت دقيق ابيض كذا مره في اليوم فبيحصل حاجه اسمها جلوكوز سبايكس. العلو المفاجئ بتاع سكر الدم لما بتاخده من دقيق ابيض ده مرعب لمنظومه حرقك، بيقلل الحرق اوتوماتيك. خلاص انت خدت مصدر طاقه عنيف جدا وبرفع سكر الدم وجسمك مش هيعرف يستقبله، فساعتها خلاياك مش بتعرف تستقبل الطاقه اللي داخله، ساعتها منظومه حرقك بتفضل تقل. نتكلم على ازاي تثبت وزنك وازاي ما ترجعش تاني. هنتكلم على الافكار اللي بتحافظ على كده، هنتكلم على مثال لليوم بتاع الفري لما تيجي تثبت، ومثال ليوم الدايت لما تيجي تثبت، وتوزيعة الاسبوع. طب تعمل كام يوم فري؟ طب تعمل كام يوم دايت؟ طب تعملها ازاي؟ طب تلعبها ازاي؟ طب لو زدت تعمل ايه؟ فهنتكلم في كل ده. فخلي الفيديو ده عندك واعمل لي لايك هنا وخليك معايا، ولو انت مش عامل اشتراك في القناه يا ريت تعمل لي عشان اليوتيوب نسينا تماما. فانا اتمنى اصلا ان يبقى في 100 حتى بيوصل لهم الفيديو ده، وانا متعشم فيكم هترجعوا تاني لغاريتميه اليوتيوب ان هي تتعرف على المحتوى بتاعنا وتبدا تدعموا الناس بتحبنا وبتحب الدايت بتاعنا. طيب حته كمان، وانت بتخلص الدايت بتاعك، لو انت بتشوفني دلوقتي ولسه مخلصتوش، لازم في الفتره الاخيره تبدا تعمل تمارين مقاومه عشان تحافظ على كتلتك العضليه، لان الكتله العضليه دي اكتر نسيج هيساعدك انك تحرق سعرات اكتر لما تيجي تثبت على اللونج تيرم. فكمان وانت بتثبت اتمنى تكون يا اما بتروح الجيم بتلعب 3 ايام في الاسبوع تمارين مقاومه، او حتى بتعملها في البيت. ودي كريتيكال بوينت عشان تحافظ على منظومه حرقك افضل من اللي بدأت بيها الدايت. لو تفتكرني في فيديو قلت على حاجة كده بتزود منظومة الحرق اسمها الماسل فات ريشيو، اللي هي نسبة العضلات لنسبة الدهون. فاحنا عايزين ان نسبة العضلات دايما تكون في صالحك عشان منظومة حرقك تبقى في صالحك. طيب قلنا شوية افكار تحافظ بيها. اوعى تتخلى على الافكار اللي هي خسستك قبل كده، زي انك بقيت انسان بتاكل بروتين بكمية عالية، بقيت بتاكل دهون صحية، بقيت بتاكل خضار. وان خلاص الافكار اللي زودتك زمان، وهي
انا هاخد حته كيك مكان العيش، انا هاخد بق بيبسي مكان اللي مش عارفه ايه. من الاخر الحاجات الايزي سوالوينج اللي بتتبلع بسهوله قوي زي الكيك والدقيق الابيض والبسكوت اوعى ترجع له. ارجع الاكل العادي، ارجع لرز ومكرونه، وارجع لمكرونه بشاميل، وارجع لمحشي، وارجع لمش عارفه ايه. ده ينفع وجسمك هيبدا يستوعبه. الحاجات اللي فيها دقيق ابيض جسمك مش بيقدر يستوعبها. الحاجات اللي فيها سكر صافي على دقيق ابيض جسمك مش بيقدر يستوعبها. طب مش هناخدها خالص؟ هقول لك، ما انا قلت لك هقول لك مثال ليوم الفري ومثال لليوم الدايت ومثال للاسبوع بالظبط يبقى عامل ازاي. خلصنا الافكار دي، واللي هي لازم تبقى، انا عايزك تبقى مثلا اكنك عاملها دايره كده. انا كنت بعملها مع الناس العياده كده، دايره كده فيها البروتين والخضار والدهون الصحيه وسهم عالي. دول لازم يكونوا عاليين في يومك واتيفر، حتى لو هم مش اصح حاجه. يعني انا هعتبر لك الفراخ البانيه ان هي بروتين وعايزه يزيد عادي. وفي نفس الوقت الكاربس والفاكهه دايما مش بنشبع منهم. وفي نفس الوقت الحاجات المرعبه ما ينفعش تتبدل بنشوياتك في ايام الدايت. طيب هنعمل ايه؟ بص، احنا هنبدا ب3 اسابيع فقط في التثبيت. قول لي وزنك وقول لي هتبدا التثبيت من يوم ايه، وانا والله هتابعك في الكومنتات. يعني انا عايز كل الناس تكتب لي في الكومنتات، وانا واسيستنت معانا هتبدا تتابع وهنشوف ده هنعمله ازاي. انا هديك 3 اسابيع فقط، 3 اسابيع للتثبيت. الاسبوع الاول هتعمل 5 ايام دايت ويومين فري. طب ايه الدايت؟ هقول لك، ما انا قلت لك هقول لك 5 ايام دايت ويومين فري. والاسبوع الثاني هنعمله يوم ويوم. والاسبوع الثالث هنعمله 5 و2 زي الاولاني زي اول اسبوع. 5 ايام دايت ويومين فري، بس يومين الفري مش ورا بعض. يعني يومين الفري هنخليهم مثلا الحد والاربع، الاثنين والخميس، حاجه زي كده، ما يبقوش ورا بعض. واليوم الفري هي فيه وجبه واحده فقط غلط، والسكريات في الفري هي مره في الاسبوع. يعني لو الفري بتاعك هتاكل فيه سكريات وانت ليك يومين فري، ما ينفعش يبقى اليومين فيهم سكريات، لا. يوم هيبقى فيهم سكريات واليوم التاني مثلا خد لي بانيه، خد لي محشي، زود لي في الاكل الصحي، حاجه كده. ايام الدايت لازم تبقى دايت. اعمل اي دايت بيريحك امشي عليه. اي دايت شفته لي قبل كده امشي عليه. بقول لهم اصلا في العياده كده، وفي الناس اللي في الاونلاين كده. بقول لهم في العياده اي ورقه معاك خدها وامشي عليها، وبقول للناس في الاونلاين اي دايت كنا بعتناه لك امشي عليه برده عادي. الايام الفري ينفع بقى، احنا قلنا وجبه واحده، ولكن ينفع نزود ايه؟ ينفع نزود مكسرات، وينفع نزود فاكهه، وينفع نزود فشار، وينفع نزود شوكولاته دارك، وينفع نزود ذره مشوي في الفري. فيا صديقي ما تضيعش الفرصه، لانها مش هتجيلك تاني. انت كسبت معركه كبرى في حياتك، اوعى تخسرها بعد كده. لان الحفاظ عليها سهل. انت عليك يومين فري، بافتراض ان انت خرجت مع اصحابك يوم، خرجتي مع اصحابك يوم، ورحتي واخده ديزرت زي الفل، خلاص ده يوم فري. في اليوم دوت زودي مكسرات براحتك، وخدي لب وخدي سوداني وانبسطي وبتاع. طب وفي اليوم التاني هتعملي في البيت وجبه ليكي كده بتحبيها بقى دسمه، مش عارفه حمام محشي ولا مش عارفه ايه، وهتلغوصي وبتاع، حلو اهو، فير انف. لان الاسبوع التاني ليكي يوم ويوم، يوم دايت يوم فري، يوم دايت يوم فري، بنفس السيكونس بنفس كل حاجه. مثال على يوم الدايت لازم يبقى بتاكل فيه نشويات كويسه زي الرز، زي البطاطس، زي البطاطا. بتاخد فيه دهون صحيه زي زيت الزيتون، زيت الجوز الهند، زبده. تاخد بروتين في وجبتين على الاقل زي فطار وغدا، واتمنى تاخد في الثلاثه، وما تزودش الفاكهه مره واحده. ده مثال لليوم الدايت. وقلنا مثال يوم الفري. لو انت استفدت من الفيديو ده، احنا لسه ما خلصناش، في رساله ليك لسه هقولها لك. بس لو انت استفدت يا ريت تعمل لنا لايك وتكتب لي تاريخ اليوم اللي شفت فيه الفيديو. زي ما قلنا احنا عاوزين ندفع اليوتيوب ان هو يتعرف تاني على المحتوى بتاعنا، عشان نعمل لكم فيديوهات كتير قوي الفتره اللي جايه. في الاخر بعد ما عرفت هتثبت ازاي، احنا مش هنضيع الفرصه دي خلاص المره دي، وانا معاك وفي ظهرك. وخليكم فاكرين ان محمود درويش بيقول وعلى هذه الارض ما يستحق الحياه. خلينا نقول ان في حاجات كتير قوي تستحق الحياه، زي صحه كويسه، زي نجاح حققته، زي انبساط بنفسك وفخر حقيقي باللي انت عملته وانه كان صعب وانك هتحافظ عليه. خليك فاكر ان انا مش بس دكتور دايت، انا صاحبك في الرحله ومعاك وهنكملها سوا. يا ريت تشوف كل الفيديوهات القديمه، ويا ريت تستنى الفيديوهات الجديده، ويا ريت تدعمنا. وللمتابعه اونلاين هنسيب رقم في الديسكريبشن ينفع تتواصل معاه. خليكم عارفين ان المره دي احنا هننجح في كل حاجه.